السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناه ديالكم. كنرحب بكم وكنرحب بجميع الناس اللي عاد التحقات بالقناه. كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. الى اول مره كتزوروا القناه ابوناو وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غادي نشارك معكم طريقه تحضير هذا الصابلي بمكونات بسيطه موجوده في كل بيت. كيجي هشيش، كيجي مقرمل، وكيجي البنات يذوب في الفم. نخليكم تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. غادي ناخذوا كسعه فاش غادي نخدموا هاد الحلوه. غادي نضيف فيها قبيصه ديال الملحه باش تعدل لينا الذوق، وغادي نضيف 250 غرام ديال الزبده مارغرين، انا كنخدم باللذه. غادي نضيف عليها كاس ونص ديال السكر كلاصي، نغربلوه باش ما يبقاوش فيه دوك التكتلات او دوك الكريمو. هذا الكاس الاول. غادي نضيف نصف كاس، وغادي نضيف واحد ساشي ديال الفاني، ونخدموا هاد المكونات مزيان حتى تذوب لينا ديك الزبده مع السكر. وغادي نكملوا باقي المكونات. انا نسمتها بالفاني، وانتم يمكن لكم ديروا اي نكهه كتحبوا. البنات غادي نضيف كاس ديال الزيت معامرش، وغادي نخلط مزيان حتى ينسجموا جميع المكونات. اي عنصر ضفناه كنخلطو مزيان باش ينسجموا المكونات. كما كتشوفوا هنا راه ولات عندنا الزبده بحال البوماد. غادي نضيف بيضه كامله واصفر بيضه، والابيض ديال البيضه الثانيه غادي نخليوه للتزيين كما كتشوفوا معايا. وغادي نخلط مزيان حتى ينسجم داك البيض كما كتشوفوا هو انسجم. هنا عندي كاس ديال الفول السوداني او كاوكاو محمر ومزوله ليه القشور ومهرمش، غير مهرمش البنات، ماشي مطحون غبره، غير مهرمش. وغادي نخلطوه حتى هو حتى ينسجم مع المكونات اللي قبله. وغادي نضيف واحد كاس معامرش ديال مايزينا او نشا، هو اللي كيخلي هاد الحلوه تجي هشيشه وتذوب في الفم البنات كما كتشوفوا. وغادي نغربلوه حتى هو باش ما يبقاوش فيه دوك التكتلات، وغادي نخلطوه حتى تنسجم جميع المكونات كما كتشوفوا. ودابا غادي نضيف واحد الخماره من فئه 8 غرام كما كتشوفوا. وغادي نضيفوا الدقيق بشويه بشويه البنات، ما نديروش الدقيق مره واحده، كنبداو نديروا الدقيق شويه بشويه. وحنا ما كنعجنوهاش البنات، غير كنجمعوها برؤوس الاصابع كما كتشوفوا. راه ما كتعجنش هاد الحلوه هذه، باش تعرفوا غير كتجمعي. والحلوه خصها تبقى مرخوفه ما تكونش قاصحه كما غادي نشوفوا معايا في لا فيديو. نخلطوه شويه بشويه وحنا كنضيفوا الدقيق. انا غنوريكم القوام ديال الحلوه في الاخير كيفاش خاصو يكون. هنا بانت لي العجين مازال خاصها شويه ديال
الدقيق، نضيفوا شويه بشويه البنات عمركم، وتضيفوا الدقيق مره واحده باش ما تقصحش لكم الحلوى. هنا غادي نجمع القصعه وغادي نوريكم القوام ديالها كيفاش خاصها تكون، لان العجين خاصها تبقى مرخوفه شويه نتوما كما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو. وهذا هو القوام ديال هاد الصابلي ديالنا. هكا البنات ملي كتجروه، انا قربت لكم الكاميرا، شوفوا كيفاش خاص يكون. كتكون العجينه مرمله بحال هكا كما كتبان لكم، كتجروها هكا كتبان لكم مرمله. شفتوا؟ هنا كتحبسوا ما تبقاوش تزيدوا الدقيق. هنا غادي نقسم هاد العجينه على جوج، وغادي نسرحها بين جوج ديال البلاستيكات كما غادي تشوفوا معايا، وغادي نقطعها. انا غنقطعها بالكاس وانتم قطعوها باش ما بغيتو. وفي التسريحه البنات خليو العجينه تبقى يعني السمك ديالها عالي، ما ترقوهاش بزاف، خليوها السمك ديالها عالي كما غادي نشوفوا معايا في لا فيديو البنات. ودابا البنات غادي نقادو العجين ديالنا باش ما يجيناش فيها الكسور بزاف في التقطاع. غادي نقادو العجين ديالنا بيدينا، ومن بعد غادي ندير البلاستيكه وغادي نقادها بالمدلك باش تجي سمك واحد كما غادي نشوفوا معايا، وعاد باش نقطعوها. هنا ملي غادي نبداو نديروا المدلك ما نوركوش بزاف باش ما يضعفش لينا داك السمك يجي رقيق، خصها تبقى عاليه. دابا غادي نقطعها، انا غنقطعها بالكاس على شكل هلال كما غادي تشوفوا معايا، وانتم قطعوها بالشكل اللي بغيتوا البنات، شكل دائري او اي شكل عندكم ديروه. شفتوا البنات السمك ديالها خصو يبقى عالي، وغنقطعوها على شكل هلال وغادي نحطوها. كما كتشوفوا البنات غنبقى مستمره حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، وهانتوما معايا. بعد ما كملت البنات كما كتشوفوا استفتها في الطاوه او اللاطه. دابا غادي ندهنها بداك بيض البيض، كنطربو شويه بالفرشيطه ندهن به الحلوى، وغادي نزينها باللوز افيلي كما غادي نشوفوا معايا البنات. كندهنوا غير شويه بشويه، ما ندهنوش كلشي في مره باش ما ينشفش لينا. الكميه اللي دهناها خصنا نزينوها باللوز افيلي كما غادي نشوفوا معايا، وغادي نبقى مستمره حتى نكمل الكميه كامله، ندهنها بالبيض ونزينها باللوز افيلي. وهانتوما معايا. بعد ما كملت غادي نديها للفران اللي سبق وشعلته، غادي نخليها طيب على المهله البنات. العافيه تكون من التحت وتكون قليله باش طيب على خاطرها،
باش تجي محمره حتى من الداخل. شوفوا البنات بعد ما طابت كنهبطوها شويه تحمر من الوجه كما شفتوها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم. ها نتوما غادي تشوفوا معايا في طبق التقديم البنات. غادي نستفع على هذا الشكل. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، رابعه ديال الزبده عطاتنا كميه كبيره تبارك الله ما شاء الله، وجات محمره وهشيشه كتذوب في الفم البنات. وهذا هو الصابلي ديالنا البنات، كيجي على هذا الشكل محمر مقرمل، وفي نفس الوقت كيجي هشيش البنات يذوب في الفم، والمذاق واللذه ما نقول لكمش عليها البنات. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الاخبار. وإلا عجبكم لا فيديو بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم باش تعمل فائده. بسلامه عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.